السلام عليكم. في اطار هذه الحاله ديال الفرحه والفخر النتائج اللي حققها المنتخب الوطني المغربي في المونديال ديال قطر، انا بغيت نوجه واحد الرساله. اولا المنتخب الوطني المغربي على المجهودات اللي قام بها وعلى هاد لي ريزولطا اللي شرفونا، وكذلك حتى المدرب السي الركراكي وكل الاطر التقنيه. ولكن هذا الفيديو انايا بالعكس بغيت نلفت الانتباه ونشكر واحد الشخص اللي هو رجل الخفاء، واحد الشخص اللي لعب دور كبير باش وصلنا لهذه الفرحه، واللي اتخذ واحد القرارات جريئه وفي وقت اللي كان قصير بزاف وفي مرحله صعبه كان يمر بها المنتخب الوطني المغربي اللي هو السي فوزي القجع. هذا الشخص من اول ما ترأس الجامعه الكره الوطنيه المغربيه عرفت واحد القفزه نوعيه. بالعكس حنا كنا مفتخرين بالمنتخب الوطني المغربي، ولكن الفخر ديالنا زاد اكثر واكثر من بعد هذه النتائج المشرفه. خلونا نتمشاو راسنا عالي امام كل الشعوب، وهذا راه ماشي فخر فقط الشعب المغربي ولكن فخر كل الامه العربيه المسلمه. ان منتخب وطني عربي مسلم يوصل لهذا المستوى العالي، فهذا صراحه هذا شرف كبير وهذه فرحه لا توصف. اذا شكرا بزاف سي فوزي على المجهودات ديالك، لان انا كواحد من الشعب والشعب المغربي كاملين وضعنا فيك الثقه، وانت وضعت الثقه في اللاعبين وكذلك حتى في المدرب المغربي ديالنا ولد البلاد اللي قح واللي كيخدم بالقلب ديالو وكيدير المجهود ديالو هو واللاعبين كاملين باش يفرحوا المغاربه وباش يوصلوا لهذه النتائج المشرفه. ما خصناش نساو كذلك بان المنتخب الوطني المغربي عنده مباراه حاسمه مع اسبانيا، مباراه اللي غادي تخليه يوضع الاسم ديالو في تاريخ كرة القدم العالمية، اللي هو ان شاء الله غادي يكون ماتش حاسم يوم 6 في الشهر. بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي، شكرا بزاف لكل اللاعبين، المدرب، الاطر التقنية وكذلك سي فوزي القجع. تبارك الله عليكم، حظ موفق.